السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نعتذر على الفيديو اللي راني حطيته ومن بعد سيبريميتو. هذا راجع لاني ما حطيته بلا شي صوت. دي فوا كي نديروا المونتاج ننساو، ساعه ننساو الصوت، ساعه نزيدوا بلا واحد، يعني صوره واحده اخرى. كما تعرفوا هذا هو حالة اللي يدير المونتاج. المهم دوكا ندخلوا في صلب الموضوع. كما راكم تشوفوا هنا انا راح ندير لكم زيتون كاسي بالمخللات، يعني بالفلافل المخلله. كما راكم تشوفوا هنا على الصوره، انا هنا الفلافل تاعي راني خللتهم مده اسبوع كامل. كما راكم تشوفوا درت الزروديه والفلفل والبروكلو وفلفل قطعته حتى هو شوي شوي والبسباس. هنا خليتهم مده 7 ايام، بعد نحيته. كما راكم تشوفوا هنا راني قطرته والفلافل تاعي راهم موجودين هنا، مخللين موجودين. كما راكم تشوفوا يعني الفلفل تاعي كيفاش راهو يطرطق وحده. فوالا هنا راهم طايبين، هنا ما نزيد له حتى اضافه. كاين اللي يدير الزروديه والبروكلو يغليوهم مليح في الماء، يقصوهم يغليوهم مليح في الماء ومن بعد يخليهم 24 ساعه ومن بعد يعني يقول لك هاو طايب. انا الطريقه هذه نحب الطريقه هذه لانه هذا هو يعني الفلفل المرقد يجي هكذا باش يعني يجيب الحموضه هذيك نتاعو. فوالا نرجعوا للوصفه تاعي. هنا نحتاجوا زيتون اسود، زيتون اخضر. شوفوا الزيتون تاعي هنا راني شويته، يعني هنا نتحصلوا على زيتون مدخن. هنا تقدروا تزيدوا الزيتون الموف، تقدروا تزيدوا لي كورنيشون، تقدروا تزيدوا لي شالوت. انا هذو ما عنديش، ان شاء الله كي نخرج نزيد نخلط معاه نورمال. هنا كيما راكم تشوفوا هذا هو الزيتون كاسي تاعي. هنا هذا كان عندي من بكري. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا يعني راح نتحصلوا عليه كيما هذا بعد، يعني حتى هذا كي نخدموه راه يتكل في نهار وبعد. فوالا كيما راكم تشوفوا. دركا راح نبداو يعني بالفلفل. هذا قلت لكم انا عندي 3 فلفلات، يعني ما حبيتش نكثر بزاف باسكو انا ديجا عندي الفلافل. هنا واش راح ندير، نرحيه. فوالا نرحيه نخليه شويه ما يبداش. شوفوا راح نعطي لكم الطريقه نتاع الشوي الزيتون كيما راكم تشوفوا هكذا. هذه هي يعني الطريقه، يعني متباع حتى في المحلات. يعني في المحلات يعني عندهم باراي سبيسيال اللي يخدموا فيه الزيتون المدخن. هذا يقولوا له زيتون مدخن، يعني يجي شكلا وذوقا يجي هايل كيما راكم تشوفوا. ونتحصلوا على هذا الزيتون المشوي بالطريقه هذه. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما رحينا الفلفل انا راح نخلط كامل الفلافل تاعي فيه كما راكم تشوفوا على الصوره. فوالا راح نزيد هنايا الزيتون الكحل والزيتون الاخضر كما قلت لكم، يعني اللي عنده الموف يدير زيتون الموف، واللي لي كورنيشون لي شالوت يعني البصل هذاك الصغير هذاك الابيض هذاك يجي يعني روعه. فوالا كما راكم تشوفوا دوك انا حطيت هنا ونبدا نخلط. البنات اللي ما اشتركتش في قناتي عفوا تدخلوا تشترك وتضغط على زر الجرس ليصلكم في كل جديد. حبيت نوضح لكم بركه بلي انه قناتي راهي يعني ما نخلصش منها، راني درتها صدقه جاريه، والله غير درتها صدقه جاريه، وان شاء الله يعني تبعوها وتستفيدوا منها ان شاء الله. فوالا كيما راكم تشوفوا انا درت شويه في لاصالاديه هذه شويه كبيره باش يعني الفلافل تاعي يعني ما ندير في الوسع كيما يقول واحد، نخلط في الوسع. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا. وكيما نقول لكم راني قسمت يعني الفلافل تاعي على زوج كيما راكم تشوفوا هنا صحن هذا وفي لاصالاديه هذه. علاش هنا انا درت الرند، يعني هنا ما درتوش يعني ما صورتوش، راني كنت يعني تفكرتو وليت لحت حتى الرند يمد ذوق يعني الفلافل المخلله. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا راح كي قلت لكم على قسمته. هنا راح نلونو، هنا لونته بالكركم باش يعطينا هذاك اللون الاصفر في المخللات تاعنا يجي هايل. وصحن الاخر نلونو باللون الاحمر يعني بالبابريكا، يعني الفلفل الاحمر هذاك الحلو. ما نديروش الحار باش ما يكونش حار بزاف. هنا نزيد شويه باش يعني نتحصلوا هذاك اللون الاصفر هذاك ونخلط مليح. هنا تقدروا يعني انا حبيت يعني نوجه يعني لبعض يعني النساء يعني اللي عندهم كيما نقولوا احنا
يعني ماهمش كافيين برواحهم، يقدروا يديروا هذا، يخدموا هذو ويبيعوا للمحلات، يعني كيما نقولوا حنا رزق، يعني يسترزقوا كيما نقولوا حنا. فوالا والله غير شريت هنا نزيد نقول لكم درت كاس تاع زيت الزيتون. هنا اللي عنده زيت زيتون يدير زيت زيتون احسن، اللي ما عندوش يدير زيت المائده نورمال. يعني نعرفوا زيت الزيتون هي دواء، فوالا سورتو يعني مع المخللات هذو، مع فصل الشتاء، مع نحطوا الصحن تاع العيش الله الله ونحطوا بولك تاع هذا المخللات. واش راح نقول لكم، ما عندي ما نقول لكم. ومع حنايا في على ابواب محسوب لرمضان المبارك، نقدروا كي يقرب شويه رمضان نديروا هالفلافل هذو ونخليوهم، يعني نحطوهم يعني مع الشوربه ونزيدوا نحطوا مع هذا وشهيه طيبه. المهم راني درت نفس يعني اللي درته للصحن الاخر، درته حتى لهذا ونخلط مليح. فوالا من الفوق للتحت، من التحت للفوق حتى يتخلط كامل. هنا انا عندي راس تاع ثوم صغير، هنا راح نخلط فيه هنايا ثاني. هنا الثوم ضروريه لازم، لانه هو اللي راح يمد الطعمه بين المخللات تاعنا هذو، فلافل المخللات تاعنا هذوما. فوالا كيما راكم تشوفوا نخلطوا مليح، نفس اللي درتو للصحن هذا نزيدوا لهذا كيما راكم تشوفوا هنا. نزيد نخلط مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا. درك انايا هنايا راح نجيب يعني بلاره تكون يعني نظيفه ومعقمه وما فيهاش يعني الماء. فوالا كيما انا عندي كيما هذو كيما راكم تشوفوا فيهم. نبدا نحط يعني الفلافل تاعي هنايا، نعمر البلاره اللي عنده يعني البطاط تاع حتى تاع نيلون يكونوا يعني نظاف ديروا فيهم نورمال. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا بهذه الطريقه هذه. خطره تفضلي هذا الزيتون كاسي وانا نشتيه بزاف بزاف. هيا قلت نشريه 100 غرام بركه، والله غير شوف اعطاني الزيتون اكثر من الفلافل اللي فيه، وزاد لي المال تاعو اكثر من يعني كيما قلت لكم اكثر من الفلافل هذو. الواحد يخدمه في الدار بالنظافه كيما راكم تشوفوا هنايا، يعني الطريقه تاعي يعني اسهل حتى هي. درك الفلفل هذا نتاعي وراهو طايب، يعني غير نبداو ناكلوه. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه هذه وديروها، وتقدروا ديروها حتى اولى يعني لفصل الشتاء رمضان هاو على الابواب. نحطوهم كيما هكذا نخليوهم هنا كيما قلت لكم. نديروا العيش نجبدو، نديروا الشوربه نجبدو، نديروا حتى يعني المشاوي، يعني يخرج حتى مع المشاوي الحوت كيما تعرفوا يمشي مع كلش. فوالا المهم ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه نتاعي، وانا ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير ونتهلاو في رواحكم، وما تنساوش تجمجموا لي. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في وصفات اخرى للشيف ام سامي.